في نوعين من العضلات، في نوع اسمه فاست تويتش ونوع اسمه سلو تويتش. الفاست تويتش هي العضله اللي انقباضها سريع، دي اللي بيستخدمها مثلا رافع الاثقال، ان هو بيحتاج عضله قويه جدا تشيل وزن كبير بباور عالي لمده قصيره. بيستخدمها مثلا البادي بيلدر اللي بيدخل عايز يحمل اوزان كتير عشان عضلاته تكبر، يلعب مثلا 6 عدات 7 عدات بوزن كبير في وقت قليل. فدي الفاست تويتش، عضله بتنقبض بسرعه بتتعب بسرعه ولكن الباور فيها عالي جدا. السلو تويتش العكس تماما، عضله بتاعه الانديورنس، بتاعه الوقت الطويل، بتاعه النفس الطويل. بيستخدمها مثلا حد بيركب عجل لفتره طويله، حد بيعمل ماراثون بيجري فتره طويله بمسافه كبيره، فده بيحتاج سلو تويتش. هي عضله ما بتتعبش بسرعه، ما بتهلكش بسرعه، انديورنس بتاعها طويل ولكن ضعيفه، ما بتشيلش اوزان. فده الفرق ما بين العضلتين. لازم تعرف انت بتتمرن ايه، ولازم تعرف ايه النوع اللي انت محتاجه اكتر يكون في جسمك وتبتدي تشتغل عليه.